السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين ده ايه؟ ده زيت مستعمل. طبعا ده ما اتقلاش فيه الا مرتين اتنين بس، وانا عايزه ارجعه نضيف. هعمل ايه بقى؟ استنوا معايا عشان تعرفوا ازاي نرجعه نضيف. ما تستعجليش وتوقفي الفيديو. بصوا حبايبي، انا كان عندي الزيت المستعمل اهو، بس انا ما كنتش استعملته يعني كتير، بس لونه اسود وانا عايزه ايه، اخليه يبقى برضو نضيف ومش لونه غامق كده. فطبعا ايه، انا جبت الزيت بتاعي اهو وصفيته. طبعا انتوا شايفين لونه عامل ازاي، هو غامق جدا. وهوريكم ازاي ننضفه من اللون الاسود دوت ويرجع ابيض وزي الفل. بس ده للزيت اللي ما استعملش غير مرتين اتنين بس. اما لو استعمل كذا مرة طبعا هتعملي بيه حاجة تاني، صابون للصحون لاي حاجة زي ما عملنا مع بعض على القانون. لكن الزيت بتاعي ده ما استعملتوش غير مرتين. السر بتاعنا بقى، هنجيب معلقتين نشا وربع كوباية مية او اقل من ربع كمان. هنضيف فيهم النشا وندوبه كويس اهو. احنا دلوقتي هندوب النشا بتاعنا في المية. وبعدين يا ست الكل هنعمل ايه؟ هنجيب الزيت بتاعنا طبعا اللي هو الغامق ده اهو. هننزل بقى بالنشا على الزيت وهو لسه بارد، ونقلبه مع بعض يا حبايبي، المية بنشا، ونحطها نضيفها على الزيت. وزي ما انتم شايفين هقلبهم في بعض اهو. شايفين بقى هو دوت النشا مع الزيت بقى شكله عامل ازاي؟ طبعا ظاهر عندكم اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عشان خاطر ناخد الثواب وناخد حسنات. طبعا انا جبت الطاسه بتاعتي حطيتها على النار تسخن، وهنزل بيها بالزيت بالنشا. الزيت حطيت فيه النشا طبعا وارجه كويس كده، وانزل بالكميه بتاعتي. انا اكدت اهو ان الزيت ما يكونش معمول بيه اكتر من مرتين عشان اقدر استعمله تاني. لكن لو معمول كذا مره، مثلا 6 مرات 5 مرات، لا ما نستعملوش في الاكل بتاعنا تاني او قليه او اي حاجه تاني. لكن ده هعمل فيه عشان هو معمول فيه مرتين بس، وباكد عليكم اهو. نزلنا طبعا بالزيت ومحطوط عليه الميه ونشا على النار في طاسه، وهتشوفوا شكله هيبقى ازاي زي الفل تاني. بس هما بقى الناس التانيين يعني بيلموا الزيت اللي هو المتعدد الاستخدامات كذا مرة، وبيبقى كله بقى ملموم، زيت سمك على زيت بطاطس على زيت فراخ على كل الزيوت، وبياخدوها يكرروها ويرجعوا يبيعوها لنا تاني. لكن اللي انت هتعمليه دلوقتي لو قليتي في الزيت مرتين وغمق منك، ده كده الدرجة الغامقة. طبعا الغش يعني ايه، مالي الدنيا في بتوع الزيت اللي بينادوا اللي هو الزيت المستعمل، ويلموه يكرروه تاني، واحنا بنشتري ومش عارفين اساسا مصدره ايه. اهو يا حبايبي، بدأ بقى ايه على النار تسخن. هنقلب طبعا بالمعلقة عشان خاطر كل الاتساخات اللي في الزيت والحاجات اللي هي مش نضيفة تتلم مع بعضها فين، في النشا بتاعتنا. لسه الزيت بقى مسخنش، هتشوفوا لما يسخن هيلم كل الاوساخ اللي فيه ازاي. اهو يجي بقى اقلب بالمعلقة. طبعا انتوا عارفين الزيت اللي هو متكرر الاستعمالات بيبقى اسود جدا، مش يعني نضيف بالشكل كده. ده برضو كده يعتبر نضيف شويه عشان معمول فيه مرتين. لكن التاني بيبقى اسود جدا جدا، وشكله يعني هو بيبقى زيت سمك محروق على بطاطس على فراخ، يعني معمول فيه كذا مره اكتر من 8 مرات. فطبعا ده مش هينفع ان احنا نستعمله تاني او ننضفه تاني. زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهو. اهو بصوا عامل ازاي، بدأ يتكتل اهو.
بدأ يتكتل معايا اهو. برضو ايدي مستمرة في التقليب عشان خاطر يجمع كل الحاجات اللي مش نضيفة فيه. ايدي مستمرة بقى في التقليب كده، ايدك تبقى مستمرة في التقليب. شايفين بدأت النشا تلم ازاي، والزيت بدأ يفتح لونه، ظاهر عندك اهو الزيت بدأ يفتح لونه اهو. برضو افضلي قلبي كده عشان خاطر النشا تجمع كل الحاجات اللي مش نضيفة في الزيت. طبعا لو الزيت لونه اغمق من كده زي ما قلنا، هنعمل بيه يا اما صابون للصحون، اللي هو الصابون المتحجر اللي عملناه مع بعض على القناة قبل كده، ومش هنبيعه برضو اهو. شايفين اللون بدأ يفتح برضو. ولا انا مش عارفه اللي هم بيلموا الزيت دول عندهم ضمير ازاي، يعني ان هم يرجعوا يدونا الزيت بنفس الطريقه، بيبقى يعني مهدرج واسود اكتر من كده، متعدد الاستخدامات من كل بيت شويه، بيرجعوا يدونا ويجيبوا امراض وحاجات مسرطنه. انا مش عارفه ازاي. الزيت لو فاتح تقدري تعملي فيه 4 مرات تقلي فيه، لكن لو اسود بقى وبقى كله شوائب كتيره وبقى اسود قوي، لا ده طبعا ما ينفعش نستخدمه تاني. كده هو الزيت بدأ يجمع معايا في النشا اهو اهو. ابدأ بقى ايه، اجمع النشا كده على جنب زي ما انتم شايفين. بصوا النشا اتكتلت ازاي، شايفين الزيت اهو بدأ يصفى اهو اهو. بصوا كده بدأ يبقى صافي اهو، ولونه يبقى فاتح. هنستنى لما النشا كلها تتجمع كده اهو. بصوا بقى شايفين الجمال، بسم الله ما شاء الله. الزيت بقى ابيض ازاي. كان معكم ام يوسف من قناه وفري ودبري وفيتك عمري. عايزه منكم بقى لايك وكومنت حلو كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.